السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. حكاية جديدة من حكاوي الكيلاني من مسجد قباء بالمدينة المنورة. اليوم الأخير لشهر رمضان، يوم 29 رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنا بقلبكم إفطار اليوم الأخير. نحب نشكر الأول يعني المملكة العربية السعودية وجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان وكل الحكومة السعودية وكل الشعب السعودي شكرا على كل المجهود اللي بيبذلوه في خدمة ضيوف المدينة المنورة وضيوف الرحمن سواء في مكة ولا المدينة المنورة، لخدمة الزائرين والمعتمرين. دي اولا يعني هنا نشوف هنا في المدينه الناس اهل المملكه العربيه السعوديه واهل المدينه المنوره كل الكرم وكل الدعم اللي بيقدموه من وجبات ومن مياه شرب مبرده ووجبات مغلفه ووجبات ساخنه. ففعلا مجهود كبير جدا جدا جدا، ورجال الامن السعوديه يعني بمنتهى السعاده بيقابلوا الناس بكل حب في الحال. ده اولا يعني بحب يعني ان انا لان المال لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فانا بنقل لكم لايف حي من الناس بقى دلوقتي، وده هنا هو الناس ده السفره. وانا ببدا اعمل كده لقاء مع بعض الناس اللي قاعدين على سفره الاستاذ جلال هنا. نشكره على ضيافته لنا طوال احد المصريين اللي بقاله سنين هنا. الاستاذ جلال بيعمل يعني سفرة رمضان من قبل كورونا. ابو عبد الرحمن يجيب بقى الحمر والحاجات الحلوه. ابو عبد الرحمن كان عامل كده خلطه كده سريه الحمرة. والله كان تحبنا طول رمضان بالسفره بتاعته. كل سنه طيب. اوعى تنسى المهندس عمر زعلان اهو، والباش مهندس الله يكرمك الله يبارك فيك. عمر كل سنه طيبين. كل سنه طيب. تقول ايه كده واحنا بنودع رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين عليكم جميعا يا رب، وربنا يعيد عليكم الخير والنعمه والبركات لنا كلنا يا رب ان شاء الله. ربنا يجمعنا على خير يا رب يا رب. الله يا رب. ابو تركي برضه احد اللي دايما هنا. حبيبي كيف حالك؟ قول لي كده بقى للناس اللي متابعين على اللايف. الله يكرمك يا عم، كل سنه والامه الاسلاميه بخير وعافيه. محمد اخ محمد الاخ محمد يعني افطرت على سفرته. سنه وانتم طيبين في الشهر ان شاء الله. من الناس اللي عندهم سفرة رمضان. واخوه او اسمه ايه اللي معاه؟ ده ما شاء الله كان عمر. كل سنه طيب، ونشكركم على المجهود اللي بذلتوه. والله حاجه ما نقدمها لكم ان شاء الله. عمر وده عمر ده كان دايما يعمل لنا احلى قهوه. كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك. شايفين الناس اللي بتقدم القهوه الشاي حاجه جميله جدا والله، فعلا والله يعني جميله جدا، واجواء روحانيه جميله. والاستاذ خالد تعالى خليك عندك والناس الطيبه دول اللي معانا من اول رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وابو عادل اللي هناك هو السفره بتاعته، وهنا الاستاذ طارق هناك هي. فاجواء جميله يا جماعه. نحاول ننقل لكم الاجواء الروحانيه الجميله. في تهافت وفي تنافس كده على سفره رمضان. كل واحد يحاول يقدم اكتر حاجه جميله، يعني زي كل واحد بيقدم اجود ما لديهم. كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لكم على المجهودات اللي بتبذلوها في خدمه الضيوف. ابو عادل كل سنه وانتم طيب، وشكرا على جزاكم الله خير على المجهودات اللي بتعملوها لخدمه ضيوف المدينه طيبه الطيبه واهلها الطيبين. خدمه ضيوف. كل سنه وانتم طيبين. وده مستر طارق، ازيك يا كل سنه وانتم طيب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيب. لا ده غير وشك كده. شكرا على المجهود والله اللي بتبذلوه في خدمه ضيوف مسجد قباء. كل سنه وانتم طيب. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. استاذ طارق السفره بتاعته من اول رمضان يعني بيجتهد. واستاذ وليد فين النهارده؟ استاذ وليد
ابو تامر كمان اهو. ابو تامر كل سنه وانت طيب. تعالى قول كلمه ابو تامر. تعالى كده نودع رمضان بقى كده. شايفين التنافس يا جماعه؟ الناس اللي بتقدم من هناك هي شايلين بيطلع طالعين من بره. والراجل الطيب اللي هناك ده قول لنا تعالى قول لنا كلمه. العيد غدا ان شاء الله. ها؟ العيد غدا ان شاء الله. ان شاء الله. بكره العيد ده برضه احد الناس المتنافسين برضه في شهر رمضان، وكان بيكرمنا وبيكرمونا في شهر رمضان ويتنافسوا. كل سنه وانت طيب جدا للشعب المصري. يا شباب يا متابعين كوشي كل عام وانتم بخير. اذا جاء عيد ادونا خبرتات. احنا بنحاول ننقل الحاجه الجميله جدا للشعب المصري على صفحتي الشخصيه، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين ونشكركم والله على المجهود. جايبين لنا العيد حلويات. ما شاء الله. شايفين اهل المدينه وكرم اهل المدينه يا جماعه. الله يحييك. اهل المدينه وكرم اهل المدينه. بس متى يوزعها؟ شوف هو متى بعد الصلاه. بعد الصلاه. بعد الصلاه. ليش ما يوزعها الحين؟ لا انت ما تجيب العيد. شايفين يا جماعه والله بيتنافسوا والله التنافس الجميل. يعني ما بينهم بيقدم قهوه بيقدموا القهوه ما شاء الله للناس. كل سنه وانتم طيبين. والتنافس على خدمه الضيوف. ايوه جزاهم الله خير. شكرا لكل اهل المدينه. تفضل يا حبيبي، تفضل يا شكرا لكم جميعا والله على ما قدمتم. الشكر لله. الناس اللي في مسجد قباء طبعا الشكر لله اولا طبعا. انتم كل المملكه العربيه السعوديه من حكومه وشعب. احنا خدم ما شاء الله جزاكم الله خير والله. الصوره الحلوه احنا بنحاول ننقل مجهود الناس بتبذله في خدمه الضيوف. تفطر معنا انت بخدمه الضيوف. لا انا حبيبي احنا النهارده مع الاستاذ جلال. فطرت معاكم قبل كده. الله يحفظك. جزاكم الله خير على المجهود الجميل. شايفين يا جماعه المناظر الجميله؟ شايفين هم سفره ثانيه هم مرحبا. تعال بقى معايا هنا يا عسل. الله يسعدك زي ما اسعدت متابعينك ويحفظكم ان شاء الله. والله بنحاول ننقل الصوره الحلوه لاهل السعوديه كلهم الحكومه وشعبنا واهل ومسجد قباء واهل المدينه المنوره على مجهود رمضان. احنا في ضيافتكم فننقل الاجواء الجميله دي. كل سنه وانتم قسما بالله ما ترجع اليوم والله ما ترجع. مناديل عيد الليله. ما شاء الله. مع اهل الكويت. اهلا مرحبا باهل الكويت كل الدول العربيه. على اساس شنو نفطر هنا بالذات مسجد قباء. ما شاء الله يقبل. وريهم مع القفشه. ايوه القفشه اللي معي. ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين والله. يا ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شايفين المجهود والخدمه. انا بقى الاجواء الجميله الاجواء الروحانيه الجميله. التنافس ما بين مسجد اهل المدينه المنوره في مسجد قباء لخدمه ضيوف الرحمن. كلمه للدكتور. دكتور نقول ايه كده للناس المصريين على صفحتي الشخصيه؟ الله حصانتهم معانا في مسجد قباء اليوم. والله انا بحاول انقل الحاجات الحلوه اللي اهلي تبقى بيعملوها. الله يسعدك. واهل المدينه المنوره كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه كلكم. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شايفين اللي قاعد بيدعي واللي قاعد بيقرا القران والتنافس. اجواء جميله جدا وكلها دقايق كده والاذان المغرب يقدم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. واحد الاطفال هو جاي صايم ولا فاطر؟ ها؟ صايم ولا فاطر؟ قاعد يستعد للصيام ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. الميه والقهوه وكل يتنافس في تقديم افضل خدمه واللي قاعد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منكم جميعا صالح الاعمال. ناس في خشوع. وتقريبا بكره في المدينه في السعوديه بكره ان شاء الله العيد. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وكل ربنا يدعي ان ربنا يحفظ كل الدول العربيه والاسلاميه من شر الفتن. وربنا ينصر الاسلام والمسلمين. وربنا يحقن دماء اخواتنا في السودان ندعيهم. وربنا يكفي كل الدول العربيه شر الفتن ان شاء الله. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ودي اجواء هي يا جماعه دي مسجد قباء المدينه المنوره. تقريبا دقايق والاذان يؤذن ان شاء الله.
الاستاذ جلال من بدايه العصر يبدا يستعد للسفره. تجهيز السفره بيبدا من امتى يا استاذ جلال؟ انت بتجهز بقى القهوه؟ على طول بعد العصر ان شاء الله. بعد لا في البيت انت بتجهز من بدري. بدري على طول. دي الطقوس. خلينا نلعب عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن بيوزع اهو. عبد الرحمن كنت عاوز يقول كلمه. عبد الرحمن تعالى دي تعالى خليه يوزع يوزع برضه من الناس اللي طول رمضان شعلة تامر بيقدم. شايفين المنظر من تحت كده يا جماعه اهو السفره. خلاص بعد الصلاه. ربنا يتقبل اخونا ابو حماده من بدايه من الناس المجتهده جدا في شهر رمضان وفي خدمه ضيوف مسجد قباء. و عم علي ده كان احسن واحد يقدم لنا حمره من اول رمضان. الباشمهندس عمر اول رمضان معانا ما شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. صوم طيب. ما شاء الله. باشمهندس سيد من تبوك قضى هنا شهر رمضان. ايه رايك في شهر رمضان؟ والله شهر رمضان أتى سريعا وغادر سريعا، لكن اجواء جميله جدا هنا في مسجد قباء، صحبه حلوه. ولذلك بيقول اكتر شهر رمضان مره سريع صراحه. اكتر شهر رمضان. صوم طيب يا باشمهندس. استاذ جلال والناس كلها هنا ما شاء الله كويسين. ربنا سنه وانتم ان شاء طيبين الله. وعيد سعيد ان شاء الله على الكل. شايفين شكل السفره يا جماعه من تحت؟ شكلها جميل جدا. قهوه سواء القهوه العربي كرم الضيافه العربيه. القهوه العربي مع هيجي القهوه العربي. الشيخ صبحي اخر يوم. لا خلاص احنا خلينا انا عمال عندك اخر حاجه عندك. بيقدموا هنا هوريكم بس ايه الحاجات اللي بيقدموها على السفره. يا اسكلال بتقدموا ايه بقى على السفره؟ ايه الحاجات اللي يعني اشرحنا ايه اللي بتقدمها على السفره؟ لبن زبادي شريك. شريك. وريهم الشريك ده. عايزين بس نوريهم الشريك اللي هو ده الشريك. ده الشريك الحجري ايوه. وده الشريك ودي دقه المدينه المنوره ودي دقه المدينه. معروفه بحاجه جميل بيحطها على ودي تمر. ده طبل المدينه. ودي الحيسه. هذه حيسه حيسه ايوه. الحيسه دي عباره عن ايه؟ عباره عن تمر ودخن معجون مع السمن. مع سمن. في كمان حيسه ثانيه هناك شو اسمه ده بالسمسم. وهنا بقى القهوه العربي اللي بيقدموها معانا هنا القهوه العربي مع الميه والقهوه مع القهوه العربي كمان. وابو تركي قاعد برضه. خلاص بكره العيد في المملكه العربيه السعوديه. كل التهنئه للشعب السعودي الشقيق حكومه وشعبا. نشكرهم على كل المجهود وضيافه المعتمرين والمصلين والزائرين في سواء في مكه ولا المدينه المنوره. فعلا مجهودات كبيره جدا عاملينها. جزاهم الله الف خير وربنا يحفظ المملكه العربيه السعوديه وربنا يحفظ بلدنا الحبيبه مصر ويحفظ كل البلاد العربيه ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين اهو احد الشباب اهو بيوزع قهوه عربي على الصائمين. قهوه العربي. الله أكبر الله أكبر. 25 سنه هنا في مسجد قباء. ابو عادل بقاله سنين برضه ان شاء الله. جزاهم الله خير. كل سنه بتلاقيهم في نفس المكان. في نفس المكان بيقدموا ما لذ وطاب. والان نستعد للاذان يرفع اذان كبير في المدينه.
سنه وانت طيب. مصر النهارده تم كده كل سنه طيبين، وننهي لكم بكم اجواء سفرة رمضان من مسجد قباء، وبكره العيد ان شاء الله، وعقبال السنه الجايه ان شاء الله ربنا يجعله عوام عديده ومديده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، كل سنه وانتم طيبين وفي رعايه الله، والى اللقاء في لايف جديد وحكايه جديده من الحكايه والكلام.